الجوي، حيث وفي تصريح حصري لشروق نيوز كشف المدير الولائي للنقل بالوادي عن فتح خط جوي جديد من مطار قمار بوادي السوف إلى مطار شارل دوغول بباريس. وأشار ذات المسؤول إلى أن هذا الخط سيفتح يوم 31 أكتوبر الجاري، وأضاف أن سعر التذكرة مدعم ويكاد يكون رمزيا لا يتجاوز 27 ألف دينار. وينتظر أن يساهم افتتاح هذا الخط الجديد في رفع مستوى الخدمات في هذا الإطار. التصريح في ميكروفون محمد العيد لبيه. بداء من 31 أكتوبر 2016 سوف تكون رحلة فيما بين سبدأ انطلاق رحلة أسبوعية بواسطة طائرة من نوع بوينغ 737 على العلاقة بين لا ديسيرت لا ريلاسيون الواد باريس من مطار قمار المطار شارل دوغول، والتسعيرة راح تكون بروموسيونيل، سي ان تاريف بروموسيونيل ب2 ملايين و800. إلى موضوع آخر،